جايبه لكم النهارده فطيره هشه وسهله وبسيطه من جوه، عامله زي القطن. بمكونات اقتصاديه جدا، وسهله جدا. شوفوا عامله ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. حاجه كده جميل. شوفوا كمان دي عامله ازاي. يلا معايا اقول لكم المكونات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله النهارده جايبه لكم حاجه مهمه جدا. انا بصراحه كنت بغلي لبن وكنت بعمل بيه وصفه، وكنت حتى كمان فيه سكر، ففجاه لقيته قطع معاي، فقلت هرميه. طبعا ما ينفعش، قلت لازم استفيد بيه، اعمل بيه قرص فلاحي واستفيد بيه بدل ما ارميه. مقاديرها سهله جدا، ووصفه سهله جدا، وهي اقتصاديه جدا. معايا المقادير: معايا كيلو دقيق ورشه ملح، واتنين معلقه كبيره خميره فوريه، واتنين معلقه كبيره بيكنج باودر، وهي الكيس هنا والكيس هنا برضه. ومعايا كوب زيت. هنا بصوا يا جماعه، هنا اللبن القاطع او اللبن الشاكل، شوف عمل ازاي. هجيب بقى كل المكونات اللي انا قلت عليها. هنا هحط كيلو دقيق، ويا جماعه طبعا الدقيق بيختلف من نوع لاخر. هنا معايا كيس بيكنج باودر بما يعادل معلقتين. وانا في الوصفه دي انا مش هحتاج فيها سكر، لان اللبن عندي فيه سكر، فانت هتحطي معلقتين وهتحطي رشه ملح. انا في الوصفه هحط نص معلقه عشان ما تتلخبطي، هحط نص معلقه ملح لان كميه السكر اللي في اللبن هتبقى عاليه شويه، انما انت هتحطي رشه ملح ومعلقتين سكر. تمام، عشان ما تتلخبطيش. بس هقلب كل المكونات الجافه دي مع بعضيها. لو مش عندك عجان هتقدر انت تعجنيها بايديك، هي سهله جدا مش محتاجه يعني. بس انا عندي عجان، وفي نفس الوقت والله انا ايدي تعبانه، عندي مشكله في الاعصاب، فانا هعجنهم في العجان. وهنا تي هحط في الوصفه كوب زيت. ممكن لو انت عايزه تحط نص زيت ونص زبده عادي مفيش مشاكل، بس احنا قلنا هي اقتصاديين، يعني اي حد يقدر يعملها. هحط بقى هنا كوبايه الزيت، بس هقلب المكونات برضو مره تانية. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هحط كوبايه زيت. وهي الوصفه دي لما انا كنت بعملها من قبل كده كانت بتاخد معايا مجين ونص لبن، بس الدقيق المره دي انا جايباه يختلف، فاحتمال ان الدقيق ممكن ياخد مني اكتر من كده، اكتر من مجين ونص. طبعا الوصفه دي لو انت عايز تعمليها برايب او بزبادي او بحليب عادي تنفع، مش شرط يعني لبن شاي. بس احنا بنقول ان مثلا لو احنا عندنا الحاجه وتلفت مننا، لو ينفع ان احنا نستخدمها في وصفه تاني اللي نرميها. وما شاء الله من كيلو دقيق عملت كميه كبيره، الله اكبر. هشد العجان برضه هنا شويه عشان تشوفوه. هنا انا بقلب كل المكونات اللي في الحروف عشان الزيت يندمج معاها. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هقلبهم كمان مرة تاني. هو العجان كبير على كيلو الدقيق، بس يلا بقى مش مشكلة. معايا هنا مج لبن اهو، ادي اول مج. بص عامل ازاي. وهحط المج التاني. هقلب برضو مرة كمان.
انا كنت ممكن احط المكونات كلها مع بعضيها، الزيت مع اللبن مع كله عادي يعني. يعني انت لو حطيت كل المكونات مع بعض عادي. هنا اللبن ما كفاش معايا، هجيب تاني غيره. انا اللبن اللي قطع مني كان حوالي 2 كيلو. هنا احط نص المج التاني، وهو بيحتاج برضو مني نص مج كمان. انا كنت جايبه نوع تاني من الدقيق، كنت عامله الوصفه دي قبل كده، كان واخد مني مجين ونص. اتمنى يا جماعه لو استفدتم من الفيديو تدوسولي لايك وشير وسبسكرايب، ولو ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس، فضلا منكم وليس امرا. واتمنى يا رب ان انتوا تستفادوا بجد فعلا. هنا انا حطيت اللي كان باقي في الكزرولة، وكده العجينه معايا لمت اهيتي. هبدا اطلعها في بوله. والله يا جماعه الكاميرا ظالمه شكل العجين. هي ما بتلزقش في الايد، طريه بس ما بتلزقش كويسه يعني. هبدا برضه انا اشيك برضه بايدي تاني. هسيبها بقى تخمر لما تتضاعف حجمها، وهغطيها بكيس. انا سبحان الله مهما اعجن بالعجانه لازم احط ايدي برضه في العجين. غطيتين. هنا بقى اختمرت اهيتي. هبدا بقى افش الهواء اللي فيها. شوف العجينه طريه وعامله ازاي. بسيبها تختمر لما حجمها بيتضاعف. هبدا هنا بقى اشكلها، والتشكيل ده بتاعك انت. انا هنا هقطعها بحجم البيضه. عايزه تعمليه كبير تعمليها صغيره، دي حاجه ترجع لي. هشكل معاكم منها شويه. ما شاء الله العجينه طريه وجميله قوي. انا بصراحه القرص معايا ما كانتش متوحده، كانت في واحده صغيره وواحده كبيره. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا هقطع القرص بقى كلها بالطريقه دي. هبدا بقى اغطيها بكيس واسيبها تختمر، دي للمره التانية. اسيبها تختمر بتاع حوالي من 10 ل15 دقيقه، وبعد كده فردان. دي هتختمر كده للمره التانية، هي تختمر معايا 3 مرات، دي المره التانية. اسيبها بقى شوي. وهنا بقى هبدا اشكلها. هي هنا قعدت معايا 10 دقايق. شوفوا بتتشكل بسهوله ازاي.
من غير نشابة ولا اي حاجة. هي ما شاء الله العجينة بتاعتها كويس. السمك بتاعها اهو. ولو انت حابة تحطي فيها اي حشو عادي، دي حاجة ترجعلك برضو. هخلص بقى كل الكمية دي. وهسيبها تختمر مرة كمان. وده كده انا شكلتها كلها وسبتها اختمرت. هنا هسيبها برضو 10 دقايق. انا بعد ما شكلتها هسيبها 10 دقايق تاني. وهنا شوف انتفخت ازاي بعد ما سبتها. كل ما بتسيبيها بتلاقي حجمها بيتضاعف معاكي. دي كده الاخيرة. هبدأ بقى كده اسويها. وده كده استوت يا جماعة. اتمنى يا رب ان هي تكون عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. شوفوا يا جماعة دي كيلو، وشوف قطعة كمية قد ايه. شوف اللهم بارك لونها، شوفوا هشة ازاي وخفيفة ازاي. اتمنى يا رب ان هي تعجبكم. بصوا. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.